الشعر زي البيبي الصغير، طول ما انت بتعتني بيه طول ما هو هيبقى كويس. روشتة النهارده عن مشاكل الشعر بيشرفنا دكتور رندا سعد، استشاري الجلدية والتجميل. اسباب تساقط الشعر ايه؟ اولا العامل الوراثي موجود بكثافه في كل الستات والبنات في مصر، يعني اغلبهم وارثين تساقط الشعر الوراثي او الصلع الوراثي. صح. لو في انيميا هتعمل تساقط للشعر، لو في مشكله في الغده هتعمل تساقط في الشعر. مشكلتنا بقى الاكبر التوتر والضغط النفسي، لازم يعملوا تساقط اللي هو في عندنا الشعر. كلنا. بالظبط. كل نوع شعر وليه مشاكله، يعني لو الشعر الدهني ما اهتمتيش بيه هتبتدي الدهون اللي فيه تعمل قشره، والقشره هتوقع لك شعرك. اوكي. لو انت شعرك جاف وما اهتمتيش انك تعملي بيه تستخدمي بلسم حلو او هير ماسك حلو، هتلاقي الشعر الجاف ابتدى يتقصف وابتدي يقع منك. لو انت تساقط الشعر عندك بكميه كبيره، لما بتسرحي بتلاقي ان المشط او الفرشه مليانين شعر، كده لازم نلجا للطبيب. الشعر زي البيبي الصغير، طول ما انت بتعتني بيه طول ما هو هيبقى كويس. عارفه الميزه ان الاجيال الجديده كلها حتى من السن الصغير 14 و15 ابتدت تبقى اورينتد ازاي تهتم بشعرها وبشرتها وبجمالها، وده بالنسبه لنا شيء في مصلحتنا انهم ما يعانوش من المشاكل اللي كانوا بيعانوا منها الاجيال القديمه قبل كده. بنشكر شركه دوكسجين، واستنوا روشتتكم في حلقات جديده من روشتة من الاخر.